تلاميذي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو نتوما في أتم الصحة والعافية. هذا النهار غادي ندير معكم الدرس ديال جمع وطرح الكسور. نتمنى من جميع التلاميذ أنهم يتبعوا معايا وما غادي تبقى عندهم حتى شي مشكلة في الجمع والطرح ديال الكسور. غادي ندوزو للعملية الأولى. عندنا هنا دائما الكسور كما قلنا في الدرس السابق، عندنا ديما البسط والمقام. يعني في هذه الحالة بالنسبة للكسر عندنا 5 على 18 زائد 3 على 18. في هذه الحالة يعني كنشوفوا بأن عندنا المقامات موحدة. ملي كتكون عندنا المقامات موحدة صافي ما كنهضروش معها، يعني كنخليو نفس المقام اللي عندنا هنايا كنخليوه. غادي نجيو لهنا غادي نديرو واحد السطر كبير. عندنا هنا المقام موحد كيبقى هو 18، وهنا ملي كيكون عندنا الجمع كنجمعو 5 زائد 3 تساوي 8. صافي هذه خصكم تاخذوها كقاعدة، ملي يكونوا عندكم المقامات موحدة صافي جمعوا غير الفوق. غادي ندوزو للمثال الثاني. هنا عندنا الجمع، هنا عندنا الطرح. كيف الطرح كيف الجمع، غير الطرح كنطرحو والجمع كنجمعو. بالنسبة هنايا عندنا 10 على 13 ناقص 4 على 13. كذلك هنا عندنا المقامات موحدة. ملي تكون عندنا المقامات موحدة نفس الشيء، كنخليو المقام ديالنا اللي هو 13 والفوق كنطرحو، يعني 10 ناقص 4. 10 ناقص 4 كتعطينا 6. دابا غادي ندوزو للعملية الثالثة اللي عندنا فيها المقامات غير موحدة. عندنا 3 على 4 وعندنا 2 على 8، يعني هذه ماشي موحدة. هنا في هذه الحالة شنو غادي نديرو؟ طريقة سهلة. هنا كنشدو المقام كنضربوه في المقام اللي مقابل ليه. مثلا عندنا 4 في المقام وعندنا 8، كنضربو 4 في 8 شحال هي 32. وكنجيو لهنايا الفوق شنو غادي نديرو؟ غادي نشدو 8 غادي نضربوها في 3 غتعطينا 24. وغادي نشدو 4 وغادي نضربوها في 2 شحال تعطينا 8. صافي ونجمعو 24 زائد 8. 8 زائد 4 12، ونحتفظ بواحد يعني بواحد. 2 زائد 1 3، يعني 3 32 على 32. نتمنى تكونوا فهمتوا. يعني انا نعاود لكم، ملي كتكون عندنا المقامات موحده في الجمع كنخليو المقام كيف ما هو وكنجمعو غير الفوق. بالنسبه للطرح ملي كتكون عندنا المقامات موحده كنخليوها نفس الشيء، كنحطو المقام اللي عندنا هو 13 وكنطرحو 10 ناقص 4. وبالنسبه لملي ما كتكونش عندنا المقامات موحده هادشي اللي كنديرو، كنشدو هذا كنضربوه، عاود كنشدو هذا كنضربوه، وهذا كنضربوه، يعني كنديروا عمليه الضرب هنا. نتمنى تكونوا فهمتوا. ودابا غادي ندوز لكم عاوتاني للطرح مقام غير موحد. هنا في هذه الحاله نفس الشيء، ملي ما كتكون عندنا المقامات موحده كما قلنا كنضربوا المقام في المقام، يعني 10 في 5 هي 50. وكنشدوه الفوق كنضربوا 5 في 3 هي 15. وكنضربوا 10 في 1، هذاك الناقص كنحطوه. 10 في 1 هي 10. غنديرو تساوي 15 ناقص 10 هي 5 على 50. غادي ندوزو دابا للتمارين باش تزيدو تفهموا مزيان. عندنا 7
على 4 زائد 13 على 4. هنا كما قلنا ملي يكون عندنا المقامات موحدة كنديروا خط. المقام هو 4 يعني عندنا موحد. هنا 13 زائد 7 زائد 13 تساوي 20 على 4. هذيك كان بغينا نختزلوها غادي نديرو 20 على 4 هي 5. دابا الدرس ديالنا ماشي الاختزال، غير الجمع والطرح ديال الكسور. غادي ندوزو للدرس الاخر. هنا عندنا 14 على 7 ناقص 8 على 7. هنايا عندنا المقامات موحده، غادي نجيو هنايا غادي نحطو 7 والفوق كما قلنا ملي كتكون عندنا المقامات موحده صافي كنطرحو عادي. 14 ناقص 8 تساوي 6 على 7. هذا هو الجواب الصحيح. غادي ندوزو للعملية الأخرى. عندنا هنا 21 على 5 و16 على 9. هنا نلاحظ بأن المقامات غير موحدة. غادي نوحدوها بالطريقة اللي قلت لكم. سنضرب المقام في المقام. 5 مضروبة في 9 45. وغادي نضربو 9 في 21. 9 في 21. 9 في 1 هي 9 و9 في 2 هي 18 ناقص 16. لا عفوا ناقص 5 مضروبة في 15. 5 مضروبة في 6 تساوي 30. نحتفظ ب3. 5 مضروبة في 5 مضروبة في 1 5 و3 هي 80 تساوي هنايا 189 ناقص 80 تساوي 9 ناقص 0 9. 8 ناقص 8 0. 1 ناقص 1 ناقص لا شيء هو 1. يعني 109 على 45. غادي ندوزو لهاد الحالة ملي كيكون عندنا العدد صحيح طبيعي، يعني ما عندوش المقام ديالو، زائد 9 على 4. في هاد الحالة اش كنديرو؟ ملي كنلقاو العدد صحيح طبيعي دائما كنردوه 1 على 1. دائما كنديرو الواحد. ملي ما كنلقاوش عنده كنديرو 1 زائد 9 على 4. هنا سنقوم بتوحيد المقامات، يعني المقامات غير موحدة. 4 كما قلنا كنضربو المقام في المقام. 4 في 1 تساوي 4. وغادي نضربو عاود 4 في 1 تساوي 4. 1 في 9 تساوي 9. يعني هنا عندنا 13 على 4. غادي ندوزو للعملية الأخيرة ونتمنى تكونوا فهمتوا. بحال هذه عندنا 6 يعني عدد صحيح طبيعي ناقص 2 على 5. في هذه الحالة شنو غادي نديرو؟ غادي هذيك الستة ما عندهاش المقام ديالها، يعني غادي نردوه 1. 6 على 1 ناقص 2 على 5 تساوي. غادي نجيو لهنايا غادي نوحدوا المقامات كما قلنا، حيت ما عندناش المقامات موحده غادي نضربوا المقام في المقام. تساوي 5. وغادي نضربوا 5 في 6 هي 30. وغادي نضربوا 1 في 2 هي 2. 30 ناقص 2 تساوي 28 على 5.
صافي، نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس هذا، وتكونوا فهمتوا الجمع وتكونوا فهمتوا الطرح. ملي كيكون عندنا كما قلنا المقام موحد كنجمعوا عادي او كنطرحوا عادي، وملي كيكون عندنا المقام مختلف كنديروا عمليه الضرب في العمليه كامله، كنضربوا المقامات باش كتعطينا المقام موحد، وعاد كنضربوا العدد المقام في البسط والمقام في البسط وكنخرجوا العمليه. ونتمنى من جميع التلاميذ يكونوا فهموا هذا الدرس، واللي عنده شي سؤال ولا يكتب لي في التعاليق ونجاوبه ان شاء الله. واشتركوا في هذه القناه ديالي وشجعوني وضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. ونتمنى التوفيق لجميع التلاميذ وشكرا.